للأسف النتائج بتاعت المعاهد الفنية السنة دي نتائج أنا من وجهة نظري شايف إن هي نتائج سيئة جدا جدا مقارنة بالنتائج بتاعت السنة اللي فاتت. يعني احنا شفنا السنة اللي فاتت إن في ناس جابت تقديرات وصلت ل100%، 100%، وناس كتير جدا على جميع المعاهد اللي تخص المعاهد الفنية الصناعية قدرت إنها تجيب 99 و98، وفي ناس جابت تقديرات عالية ولكن ما قدرتش انها تكمل كلية هندسة السنة اللي فاتت. ولكن انت دلوقتي بتبص على السنة دي بتلاقي ان في معاهد اعلى طالب فيها جايب 95%. لا، وانا كمان شفت معاهد اعلى طالب فيها وفي بعض التخصصات اعلى طالب جايب 93%. طيب، ففي الفيديو ده هتكلم معاك واقول لك كده توقعاتي للتنسيق بتاع السنة ده هيكون عامل ازاي بتاع كلية هندسة، وهنتكلم شوية عن النتيجة. ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ انت ازاي قاعد كده ولسه ما عملتش لايك؟ ازاي؟ عيب عليك بجد. شايفك وانت شايفني دلوقتي، والله العظيم انت شايفني. انزل بقى اعمل لايك ببلاش. لسه برضو ما عملتش لايك لسه؟ يعني انت حر، انت الخسران مش انا. مبدئيا كده يا جماعة، النتائج بتاعت السنة دي انا من وجهة نظري شايف انها نتائج سيئة جدا جدا جدا، وعايزك تكتب لي تحت في التعليقات وتقول لي ان انت التقدير بتاعك كام علشان اقول لك انت ان شاء الله متوقع ان انت تكمل فين بعد ما التنسيق بتاعك ينزل. تمام؟ طيب، الكلام بتاعي هيزعل ناس كتير جدا. الكلام بتاعي في الفيديو النهاردة هيزعل ناس كتير قوي مني. من وجهة نظري شايف، وقلتها قبل كده زمان، ان التنسيق بتاعك مش هينزل عن التنسيق بتاع السنة اللي فاتت، وده توقع مني مش اكتر. يعني الكلام بتاعي مش اكيد، يعني انت ما تاخدش الكلام بتاعي على اكنه اكيد. انا اتمنى طبعا ان التنسيق ينزل زي مثلا تنسيق 2019 لما كانت كلية هندسة بتقبل من 93.5 واي حد كان بيجيب تقدير كان بيدخل كلية هندسة. ولكن حصل نقلة رخمة قوي من بعد 2019 ان التنسيق بدأ كل سنة في تزايد رهيب جدا، لحد ما وصل للسنة اللي فاتت ان كليات هندسة بقت بتقبل من 98 وشوية. كانت تقريبا المينيمم بتاعت كلية هندسة كان 98.1 تقريبا او 0.11 على ما اعتقد يعني، وكانت في سوهاج. تمام؟ فانت بتتكلم ان كل سنة كلية هندسة وتنسيق كلية هندسة من بعد المعهد الفني في تزايد رهيب جدا جدا جدا، لدرجة ان في ناس السنة اللي فاتت جابت تقدير 98% وملحقتش كلية هندسة علشان درجة ولا 2، وفي الاخر ملحقوش كلية هندسة فعلا بعد تعب سنة كاملة علشان يجيب التقدير القيم ده، وفي الاخر ملحقش كلية هندسة. انا من وجهة نظري كلية هندسة مش هتنزل عن 98%، والتنسيق بتاع كلية هندسة مش هينزل عن السنة اللي فاتت. هتقول لي يا عم انت ليه بتقول كده وليه بتقلقنا وليه بتخوفنا؟ انا بقول لك ده توقع مني لعدة اسباب يا سيدي، خد عندك. من بعد ما ظهرت الكليات التكنولوجية لطلبة التعليم الفني، من ساعتها والتنسيق بتاع كلية هندسة بدأ يرفع. ليه؟ لأن الكلية التكنولوجية بتعتمد اعتماد كبير قوي على الطلبة اللي ملحقتش كلية هندسة. تمام؟ فتخيل كده ان انت في 2019 كانت كلية هندسة بتقبل من 93.5. تمام؟ فانت بتتكلم في ان اي حد جايب 93.5 94 95 96، يعني عدد كبير جدا من الطلبة اللي تخطت 93.5 تقدر تكمل كلية هندسة. ويا سيدي بص، انت مادام حققت التارجت بتاعك اللي مسموح لك ان انت تدخل كلية هندسة، هتدخل وش اجباري عن اي حد. ان شاء الله تدخل في المريخ مادام انت جالك التقدير اللي دخلك كلية هندسة والتنسيق بتاعك قبل بكده، هتدخل كلية هندسة. تمام؟ فانت بتتكلم ان الاعداد كانت كتيرة جدا بتدخل كلية هندسة في التنسيقات اللي كانت زمان قليلة على كلية هندسة. طيب، انت من 2019 لو لاحظت هتلاقي ان في 3 كليات تكنولوجية بدأت انها تتفتح لك. لما الكليات التكنولوجية دي اتفتحت محتاجين طلبة من التعليم الفني تدخل الكليات التكنولوجية. طيب، علشان يقدر ان هو يجذبك للكليات التكنولوجية بدأ ان هو يرفع لك التنسيق بتاعك. انت لما مش هتلحق
تنسيق كلية هندسة، هتبدأ ان انت تدور على معهد عالي خاص، معهد هندسة خاص، هتبدأ تدور على الكليات التكنولوجية، اللي بالمناسبة الكليات التكنولوجية انا شايف انها كويسة جدا جدا، وحتى المصاريف بتاعتها اقل بكتير جدا من المعهد عالي الهندسة. فانت بتتكلم في ان انت تدخل كلية تكنولوجية و4 سنين بس مش 5 سنين، وبتدفع في السنة تقريبا 12,000، وبتاخد شهادات كويسة، وبتدرس تخصصات كويسة، من اهم التخصصات ميكاترونكس واوتوترونكس وتخصص الطاقة الشمسية وتخصصات الكمبيوتر. فانت الكلية اصلا مغرية بالنسبة لك. فهم بصراحة فكروا بصياعة، يعني انت دلوقتي علشان ما تدخلش كلية هندسة هنعمل لك ايه؟ هنرفع لك التنسيق بتاعك يا برنس. لما هنرفع لك التنسيق بتاعك مش هتلحق كلية هندسة، فهتضطر ان انت تدخل في حاجة خاصة. طبعا هم بيدوروا على البيزنس تو بيزنس وعلى الفلوس وعلى السبوبة، وانت هتبقى مجبر او مضطر ان انت تروح بعد ما تجيب تقدير 98 وموتت نفسك وملحقتش حلم حياتك اللي هو كلية هندسة. ما اعتقدش ان انت في الاخر هتروح تبيع طماطم، هتضطر ان انت تدخل في اي حاجة، حتى اهلك هيجبروا بخاطرك ويقول لك يا عم احنا هنصرف عليك عادي، ولكن ما تزعلش. فانت هم عارفين السيستم ده، عارف ان انت في الاخر مش هتلحق الكلية، وفي الاخر هتروح تدخل المكان الخاص اللي انت هتدفع فيه فلوس. تمام. فده سبب انا من وجهة نظري شايف ان هو سبب مقنع جدا جدا يخلي ان هم يرفعوا التنسيق بتاعك علشان ما تلحقش كلية هندسة. وانا مش حابب الموضوع ده بصراحة. يعني ليه؟ هقول لك لان واحد خلص 3 سنين دبلوم، اتفتح له فرصة زي فرصة المعهد، هو حابب ان هو يكمل كلية هندسة، فدخل معهد تاني 2 اضافيتين من حياته واجتهد. انا مش هقول ان انت لعبت. الطالب اللي جاب فوق 95% ده طالب ما كانش بيلعب على مدار السنة، ده طالب تعب جدا وعافر واجتهد وحط قدامه كلية هندسة هدف، واشتغل على الكلية ونزل كورسات وفحت نفسه حرفيا مذاكرة علشان يجيب التقدير ده. فيكتشف في الاخر ان اصلا التنسيق بتاعه ايه ده مش جايبه حتى يروح حتى كلية هندسة. فده انت التقدير بتاعك ده دلوقتي بقى يروح يخليك تروح مثلا تبيع سمك في سوق الجمعة ولا حاجة. فانت هتحبط وهتيأس وهتتضايق وهتزعل، بس اهلك في الحالة ديت مش هيسيبوك كده، هيدخلوك حاجة شبيهة لكلية هندسة، اللي باي ذا واي او بالمناسبة هو المعهد العالي للهندسة او الكليات التكنولوجية. طيب هل ممكن التنسيق ينزل عن السنة اللي فاتت؟ انا بصراحة انا بحب اكون صريح، مش هاجي بقى اقول لك والله استنى اما التنسيق ينزل، والله ممكن ينزل 5-6%. اي حد بيقول كده انا شايف انه عبيط متخلف، معلش اعذروني. اللي يجي يقول لك ان التنسيق هينزل 5% و7% وتقلية ومش عارف ايه، ده عبيط. هقول لك ليه يا حبيب قلبي. انت السنة اللي فاتت بتتكلم ان كلية هندسة بتقبل من 98% وفي ناس دخلت. هم دلوقتي بقوا بيتجهوا لنظام البيزنس تو بيزنس، لنظام السبوبة، ازاي ان هم ياخدوا منك فلوس. معلش انت دلوقتي لما كنت بتدرس تعليم فني وبعد كده اتجهت لمعهد الفن الصناعي، ولو انت دخلت كلية هندسة حكومة، فانت بتتكلم ان رحلة حياتك كلها ما كلفتكش حاجة خالص، ما تكلفتش اي مصاريف خالص غير الكورسات. حتى الكلية الحكومية انت بتدفع لها تقريبا يعني 500 جنيه تقريبا ولا 1000 جنيه مصاريف، فدي مش مصاريف بالنسبة لك. تمام. ولكن لما انت تروح تلاقي نفسك داخل حاجة خاصة، فانت دلوقتي بتتحلب فلوس، وهو ده هدفهم. انا اسف ان انا بقول كده، ولكن دي حاجة اقسم بالله العظيم تضايق حرفيا. ودلوقتي لا، انت ما شاء الله عندك بقت الكليات التكنولوجية، يعني في 2019 كانت 3 كليات على مستوى الجمهورية، انت دلوقتي بتتكلم في حوالي 6 7 8 10 كليات على مستوى الجمهورية. فالاعداد بتاعت الكليات التكنولوجيه في تزايد، والكليه الكوريه مش عارف ايه، والكليه اللي شويه تلاقي بقى كليه فلبينيه جايه مش عارف ايه، وكل ده بيزنس تو بيزنس يا صاحبي. فانت بتتكلم ان الكليه بتزيد واعداد الكليات بتزيد، فهم دلوقتي محتاجين اعداد طلبه كتير، علشان لو اعداد الطلبه دول ما توفوش دلوقتي الكليه هتقفل. فلا، التنسيق يرفع، الطلبات ما تدخلش هندسة، فتضطر اجباري انها تدخل الكليات التكنولوجيا اللي احنا لسه عاملينها جديد. طيب هل كلامي ممكن يزعل؟ طبعا انت دلوقتي يأسان وزعلان وقلقت 1000، انت كنت قلقان من التقدير اللي انت جبته، ولكن انا بصراحة يعني انا زعلان منك ليه؟ لان انت ضيعت من ايدك فرصة ان انت تجيب تقدير، اقسم بالله ما عادت هتتفتح لك الفرصة دي تاني ان انت تجيب التقدير ده.
انت ضيعت من ايدك حرفيا اسهل 99% انت ممكن تجيبهم في حياتك. والله العظيم من غير مبالغة يا جماعة، والله العظيم اقسم بالله المعهد الفني الصناعي سهل تجيب منه ال99 وال98، ومش عايز اقول ال100% لان يعني صعب، وشفنا السنة اللي فاتت كمية الانتقادات اللي حصلت على الناس اللي جابت 100% ودول مرتشيين ودول راحوا ارتشوا مش عارف ايه، ولا ده ابوهم ماسكين اللجان الكنترول بتاع الامتحانات مش عارف ايه، والكلام ده كله حصل السنة اللي فاتت، وحصل ضجة كبيرة جدا السنة اللي فاتت على الناس اللي جابت 100%. ولكن انت بتضيع من ايدك فرصة. والله العظيم لو رجع بيك الزمن هتقولي يا ريتني اجتهدت كمان سيكا والتزمت مع نفسك سيكا، كنت جبت التقدير اللي يحطك في منطقة الامان. اصل اقول لك حاجة، كلية هندسة مستحيل تتلغي من بعد التعليم الفني، دي حطها قاعدة، ومستحيل تتلغي من بعد المعاهد الفنية، مستحيل، صعب جدا ان ده حاجة تحصل، ولكن سهل عليهم ان هم يرفعوا في التنسيق. فانت يا سيدي سهل، يعني انت تخيل ان انت في سنة اتلغى من عليك الانجليزي، اتلغى من عليك الرسم، اتلغى من عليك الرياضيات، معظم التخصصات اصلا ما بتدرسش المواد ديت في سنة تانية، ولو في تخصصات بتدرسها فانت بتدرس اصلا حاجات كلها بيسك، يعني مش عايز اقول عبيطة ولكن فعلا عبيطة. انت مش عارف ازاي ما تجيبش تقدير زي ده تحط نفسك في منطقة الامان. يعني الشخص اللي جاب 99 السنة دي احسن منك في ايه؟ طبعا يعني الكلام ده مش هيقدم ولا يأخر في اللي حصل، ولكن انا بس بقرص عليك علشان تحس ان انت انت قصرت في حق نفسك شوية، ومحتاج ان انت الفترة الجاية حتى لو ما جالكش كلية هندسة ان انت تبدأ توازن حياتك وتظبط نفسك في الخطوة اللي انت هتكمل فيها بعد كده. طيب انا حاسس ان الفيديو بيوسع مني شوية لان كلام كتير قوي، ولكن ان شاء الله باذن الله هيكون في بارت 2، هيبقى في بارت تاني، جزء تاني لنفس الفيديو ده علشان ما يبقاش طويل قوي وانت تعرف تتفرج على كل جزء منفصل. في الفيديو ده انا اتكلمت معاك وقلت لك توقعاتي للتنسيق، تمام، والتنسيق هيبقى عامل ازاي، ويا رب يكون توقعاته كلها غلط، ويا رب يكون يعني هم يعني حنوا عليكم شوية ورزعوا كده تنسيق مثلا بيقبل من 95 ولا 94%، فقشطة الدنيا تبقى تمام. فيعني انت حاول الفترة ديت ما تشغلش دماغك بأي حاجة، حاول الفترة دي ما تشغلش دماغك لا بتنسيق ولا تشغل دماغك بأي حاجة خالص. اولا انت مش هتاخد اكتر من اللي ربنا كاتبه لك، انت ممكن تقف على كلية هندسة على حتة تسطيرة انت ما عملتهاش في الورقة، ولكن تكتشف بعد 5 سنين ان ده اعظم اختيار، واكيد هيبقى اعظم اختيار ربنا اختاره لك. اهم حاجة واهم شيء في الحياة هو الرضا باللي ربنا قدره لك. انت هتعيش مرتاح البال وهتعيش مرتاح نفسيا لما هترضى بكل حاجة ربنا بيجيبها لك. ربنا قادر انه يجيب لك كلية هندسة، بس في حكمة عنده ان هو وقفك وعطلك عند الشوية دول، بيوقفك هنا علشان عارف ان انت في دايركشن تاني انت اصلا مش في دماغك، شايف ان رزقك الكويس والحلال وحياتك الجميلة هتبقى في الطريق والدايركشن ده، انما هو وقفك عن الطريق ده عشان هو عارف العقبات وعارف ايه المصايب اللي انت ممكن تتعرض لها من الطريق ده. فانت ارضى الحمد لله والشكر لله ايا يكن وات ايفر اللي هيحصل الفترة اللي جاية، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، وانا راضي يا رب بحكمك وقضائك وقدرك. وحرفيا اقسم بالله العظيم الناس اللي بتغير في العالم دلوقتي ما هم مش مهندسين، والناس اللي غيرت في العالم ما دخلوش تعليم اصلا. ودلوقتي بقينا بنشوف ان الناس اللي بتدخل كلية هندسة بعد ما بتتخرج بتعمل كارير شيفت في حياتها المهنية وبتسيب هندسة وبتتجه لحاجات تانية خالص. انا مش بقولك كده علشان انت مثلا ما تدخلش ولا بتاع، لا يا سيدي، انت بدل ما عندك طموح وعندك شغف وحابب كلية هندسة ومن صغرك نفسك تدخل كلية هندسة، ده شغفك قشطة دوس عليه وكمل فيه. ولكن انت عطلت على كام درجة وما لحقتش، الحمد لله الدنيا مش هتطير، في حاجات تانية كتير جدا تعرف ان انت تعملها وتعرف ان انت تعيش حياتك بيها، فمش دي برضو نهاية المطاف. تمام. طيب الجزء التاني ان شاء الله هتكلم معاك واحكي لك بقى واقول لك ايه، واقول لك انت المفروض تعمل ايه الفترة اللي جاية وتسجيل الرغبات، وهبدأ ادي لك بقى حلول واقعية ان انت ازاي هتتعامل مع التنسيق اما ينزل، وايه المفروض ان انت تعمله الفتره الجايه بالتقدير بتاعك ده. ولو الفيديو ده جاب 500 لايك هعمل لك كمان في الفيديو واقول لك ايه التقدير بتاعك ده
هيجيب لك ايه ان شاء الله. يعني هبدا ان انا اقسم لك كده الفيديو، اقول لك والله انت لو جايب من 90 ل 95 فانت يرشح لك ان انت تدخل كذا، لو جايب من 90 من 95 قصدي لما فيما فوق هيرشح لك ان انت تدخل كذا، وابدا ان انا الم لك الدنيا كده وادي لك الزتونه في الاخر. بس اهم حاجه ان انت تدعم الفيديو ده باللايك العزيز الجميل اللذيذ بتاعك، علشان اعرف ان انت مهتم بالفيديو اللي لسه هيتعمل ان شاء الله، اللي هو هيكون بارت 2 ان شاء الله باذن الله. وبس كده يا صاحبي العزيز، ده كان نهايه الفيديو بتاع النهارده. وما تنساش طبعا ان انت تكون مشترك معانا في القناه عشان يوصلك كل جديد اول باول، واشوفك ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي. يلا سلام.